إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما درناش البث المباشر، كان اليوم حافل بالمقابلات، وأيضا كان عندي كانت الزيارة ديال الأخ ديالي اللي تلاقيت معاه، لذلك أنا ما كانش عندي الوقت الكافي باش ندير واحد البث مباشر هذا اليوم، وربما حتى غدا ما غاديش يكون شي بث مباشر، وأتأسف على ذلك. ولكن حاولت ما أمكن أنني نسرق بعض الأوقات على الأقل باش نبقى نتواصل معكم في إطار واحد الفيديوهات، وحاولت ننوع باش ناخذ مجموعة ديال الآراء ومجموعة ديال التفاصيل الصغيرة والدقيقة باش أصلا تتجلى الصورة أمام ديالي وتتضح شيئا فشيئا. المهم وأنا أتصفح اليوتيوب هذا اليوم لقيت بأنه كاين واحد البوز من نوع آخر، وعلاش كنبحث على البوز ولو سذاجة أو استحمارا للمتتبع، وأنا أراها من هذا المنظور. كما شفتوا على واحد الفنانة معروفة دخلت في واحد الصراع مع واحد المؤثر، ودخلنا يعني في شد ليا نقطع عليك، انت غتقول كلمه هي غتقول كلمه، سبها سبات وعايرها بانك انت يا ما كتسوايش، وبانك انت مطلقه وانا ما تستهلينيش وانا بوغوص عليك، وهي غتنوض غتقول ليه لا انا بنت واحد الحي الشعبي وانا واعر عليك. اذا هذا الشيء هذا كامل اشنو الغرض منه؟ الغرض منه هو كسب المشاهدات. واش كان اتفاق بيناتهم الله اعلم، ولكن كما كتعرفوا قانونيا واش هما بجوجهم داخلين في اطار السب والقذف والتشهير. هنا كنرجعوا كنهضروا بانه الشكايات ما متعلقاش فقط بواحد الفئه معينه اللي حنا كنضروا في الفلك ديالها، ولكن متعلق ايضا بفنانات ومؤثرين. يعني علاش هاد المواقع ديال التواصل الاجتماعي، علاش المنصه الحمراء اصبحت مسرحا فقط لاثاره انتباه ديال الناس؟ واش حنا كمتتبعين عايقين وعارفين هذا الشيء اللي كيديروه هاد الناس بانه فقط من اجل جلب المشاهدات وخلق هذا المصطلح ديال البوز؟ وهذا المصطلح اصلا كيفاش جا، كيفاش تتعرف، كيفاش على انه ولا كيشكل واحد الهوس لصناع المحتوى، واحد الهوس حتى لكبار المشاهير. واش هي لعبه تضحك علينا بها باش نعيشوها ونسيقوها؟ مفهوم التوندونس ايضا بزاف ديال الحوايج اللي ولينا كنتعايشوا معهم داخل هذا العالم المعلوماتي، داخل هذا العالم الالكتروني. ولكن فاش كنهضروا كنتكلموا على ان جهات معينه خاصها تدخل وخاصها تحارب نوعا ما هذا الشيء هذا اللي تيوقع فيه المتتبع اللي كيحس بانه استحمر استحمار. هنا كنرجعوا للتصريح ديال وزير العدل اللي تيقول بانه كاين واحد المشروع ستكون فيه عقوبات زجريه، غتكون فيه واحد العقوبات اللي قاسيه، يعني حتى واحد ما غادي يولي فوق القانون. وهذا مشروع القانون المغاربه كيتسنوه بفارغ الصبر، لانه هو السبيل الوحيد اللي غادي يقدر يخرجنا من هذه التفاهه، يخرجنا من استحمار المتتبع، من الاستدراج ديالو. كيفاش انا كنقبض هذاك المتتبع وكنعيشوا في واحد السيناريوهات، كنعيشوا في واحد الافلام، كنعيشوا في واحد المسلسلات، وكيبقى متبع حدث ليس هو بحدث، وكيتبع واحد الحقيقه اللي ليست بحقيقه. وكما شفتوا على انه كاين بعض المؤثرين اللي ما وصلوا حتى الحد على انهم هم كيغمضوا عينيهم وكيبان لهم داك الشخص هو المثل الاعلى ديالهم بغض النظر عن الاخطاء ديالو. وهذا الشيء اللي حصل. اذا اليوم ايضا تلقاو فريق مع هذا المؤثر وفريق مع الفنانه الاخرى، وهكذا صراعات. كان كيسحب لي بان الصراع مقتصر على موضوع معين داخل المنصه الحمراء، ولكن في الانستغرام اللي اصلا ما عنديش حتى شي كونت فيه، يلا باغي ندير واحد الكونت تيك توك اللي قالوا لي الناس دير تيك توك راه غادي ينفعك باش تمشي القناه بعيد. ايضا لاباج ديال فيسبوك من دخلت ودرت واحد الاطلاله على هذا العالم، لقيت بانه مخافيه كان اعظم، واليوتيوب ربما هو واحد الجزء صغير وبسيط جدا مما يقع في الانستغرام. اذا اذا كنا كنهضروا على جرائم الكترونيه، الا كنهضروا على جرائم وقعت بفعل هذا النظام المعلوماتي اللي ما عرفناش كيفاش غادي نستغلوه. القادم كيف يكون؟ القادم ربما يكون صادم. علاش كنشوفوا ان ناس كيكونوا في شكايات، يكونوا في محاكم، تيدوزوا حتى العقوبه
العقوبه السجنيه، ولكن ملي كيخرجوا كتلقاوهم باقيين يعني محافظين على شخصيتهم حتى قبل دخولهم السجن، وكتلقاهم مازال متشبتين بالطريقه اللي دخلاتهم للحبس وباقيين كيستعملوها من اجل كسب اكبر عدد من المشاهدات، كسب اكبر عدد من المتتبعين. اذا الا بغينا نختصروا هذا الشيء هذا كامل في واحد السؤال، نهضروا على من هو الضحيه. واش الضحيه هو المتتبع؟ واش هما ضحايا للشهره ديالهم؟ واش كاين شي ضحيه اخر ما كنعرفوش اللي هي الاجيال اللي صاعده؟ ما فهمتش انا الامر، عييت من نحلل فيه، لقيت بانه هذه مشكله لا تتعلق فقط بالمجتمع المغربي، ولكن هي واحد المشكل عالمي جدا. واش فعلا كما تيقولوا اصحاب نظريه المؤامره بان هناك واحد الجهه بغات تخلينا نعيشوا بهذه الطريقه هذه، بغاتنا اننا نفكروا بهذا التفكير هذا اللي هو ما فرضوا علينا؟ انا دائما في الحياه ديالي استبعد نظريه المؤامره، لان كل واحد مسؤول على السلوكيات ديالو، كل واحد مسؤول على الافعال ديالو. ربي عطانا العقل وفرزنا على الحيوانات اللي وحنا خاصنا ما نمشيوش كالانعام كما قال الله عز وجل في قرآنه الكريم. مجتمع محافظ دخلت علينا هاد المواقع الاجتماعيه هكذا، تبنيناها، مشينا فيها، كنتفرجوا فيها، بغينا ولا كرهنا، ولينا مرتبطين بها كما كيرتبط الطفل الرضيع بلبن امه لهذه الدرجه. نعم، ولينا مرتبطين بهذا الاشكال اللي صبح عويص، كما يرتبط الطفل الرضيع بلبن امه، كما يتعلق الطفل الصغير باحضان امه. واش فعلا وصلت العلاقه بيناتنا وبين هاد المواقع وبين المجال الالكتروني بصفه عامه حتى لهاد الدرجه ان ما بقيناش قادرين نتخلوا عليه، انه كنعرفوا بانه يلعب على مشاعرنا، يلعب علينا، ورغم ذلك كنوليو مساهمين في هذه اللعبه؟ الجواب لكم، انا بغيتكم نتوما اللي تجاوبوني ايضا في التعليق كما جاوبتونا على الفيديوهات الاخرين وخديت فكره على مجموعه من الاشياء. ايضا اليوم بغيتكم نتوما تكونوا اكثر تعليقا، كثروا من التعليق، قلنا شنو رايكم في هذه اللعبه ولا هذه اللعب اللي كتحصل في السوشيال ميديا بصفه عامه، واي مواضيع هي اللي تقدر تساهم باش تنمي القدرات العقليه ديالنا بالدرجه الاولى، وتجعلنا فاطنين لما يحاك ولما يدار في الجانب ديالنا واللي كيدور ايضا بالحياه اليوميه. ملي كنقول الحياه اليوميه ما كنهضرش علينا حتى حنا اللي احنا راشدين، ولكن حتى على الاطفال، حتى على الدراري القاصرين. وكم كتشوفوا شنو واقع اليوم في ظل ما يتضرب الان من شكايات حول مشاكل ابطالها قاصرين. كان اخواني اخواتي داول الفيديو، كنتمنى انه يعجبكم، ولا عجبكم اللايك والبارطاج، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.